هاي يا جماعة، احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم في بارت 2 ايه الفرق ما بين الورش والمصانع. احنا اتكلمنا الاول عن المصانع والشركات، خلاص دي خلاص في بارت 1، تقدروا لو اللي ما شافهاش يروح يشوفها. طيب الحاجات الجديدة بقى اللي هي بتاعت الورش والاتeliيهات. والورش في الكلاسيفيكيشن بتاعها مقسومة نصين، في ورش كبيرة وفي ورش صغيرة. طيب نبدأ بالاتeliيهات الاول. فدلوقتي انت ستارت ابس او براند اوريدي بس بتعمل كميات قليله، على فكره ده عادي. بتبدا مثلا لو انت هتعمل باي اوردر هتروح الاتeliيه، وده للستارت ابس خالص. خلاص بتروح الاتeliيه ليه؟ لان انت بتطلب باي اوردر، بتقول له مثلا عايزه فستان من دوت مقاس كذا، كانك رايح لترزي. خلاص فانت بتفصل بمزاجك بحريتك، بتدفع تمن اغلى لان هو بيعمل لك الحاجة باترون. لو هو متخصص وبيرسم بباترون فعلا، لان في ناس كتير شغالة كده بنسميها بلدي وده مش صح. بس لو هو بيعمل باترون فسعر الباترون ده غالي، فهو هيبيع لك الباترون والبيس اغلى من تمنها. طيب نروح للورش. في ورش كبيرة وورش صغيرة. بتعرف منين؟ عنده مكان تخصصي. يعني مثلا هديلك اكزامبل. لو انت بتعمل تي شيرتس، التي شيرت العادي بيبقى عنده بروسس كده احنا بنسميها، بيعمل الديل تحت الطرف الاخير في التي شيرت اوفر، وبعد كده بيرجع تاني يعملها سنجر. لا، في مكنه اورليه يعمل لك الحكايه دي على طول. خلاص، وده من استخدام واحد من استخدامات المكنه الاورلي. عنده مثلا مكنه عراوي وزراير، مش هينقل لك شغلك بره يعملوا لك عراوي وزراير بعد كده يرجع تاني يدوهولك ويكوهولك والكلام ده. عنده مثلا بيعمل برينتنج على الحاجة. تمام. طبعا البرينتنج دوت انواع يعني، بس اتليست عنده نوع معين من الانواع بتاعه البرينتنج. عنده مثلا مكان استك للاستك المكوك، يعني اللي عارف الدريسس اللي هي بتبقى فيها استك من اول الكاب لحد تحت، وخاصة الاطفال بتستخدم اكتر للاطفال. هو كده تمام. فبيبقى كل ما بيزيد المكن التخصصي كل ما الورشة دي بتكبر، لان الورشة دي لو طموحة هي عايزة توصل لمصنع. فانت هي مش هتوصل مصنع بكرة، هي في الاخر هتبدأ انها تكبر واحدة واحدة واحدة. فكل ما الورشة بتكبر كل ما بيبقى عندها مكان تخصصي اكتر. خلاص. آه، وانتوا رايحين الورشة اعرفوا ان انتوا رايحين الورشة عشان انتوا مش عارفين تروحوا المصنع. دي مش حاجة تزعل على فكرة، بس انتوا مش عارفين تروحوا المصنع علشان مش عايزين تعملوا كميات كبيرة، فانتوا بتعملوا كميات قليلة. الكمية القليلة دي انت بتدفع تمنها. يعني ايه؟ يعني عدد مثلا التيشيرتس في المصانع ممكن توصل 30 جنيه. عدد يعني سعر التيشيرت في الورش ممكن يوصل ل50. بتبقى ريزنبل، بس هو علشان انت بتعمل اوريدي اسعار، يعني بتعمل اعداد قليلة فالاسعار بتبقى اعلى. ماشي. كل ورشة ليها سيستم، ليها مواعيد. انت كبراند مهم انك تبقى عارف عشان هتعرف ان ده مناسب ليك ولا مش مناسب. الطرفين بيلتزموا بيها. في حاجة، الورشة انت داخل بيزنس، مش بتعمل صداقات. ده بيزنس، يعني لو الكواليتي وحشة انت بتروح لحد تاني يعمل لك الشغل بتاعك. لو الكواليتي مش عاجباك مش بت مش بتاخدها على صدرك. عادي جدا. انت في ورشة ما تبقاش مناسبة بالنسبة لك، خلاص يا جماعة الديل انتهى، انا باخد حاجتي وبروح لورشة تانية بتعمل لي كواليتي احسن او مرتاح اكتر في الكلام معاها، او whatever السيرفيس اللي هم بيقدموها ايه. بس ده بيزنس. انت اصلا لو داخل المجال ده وانت يعني بتعمل البيزنس ده عشان to have fun، فبنسبة كبيرة انت مش هتنجح، لانه انت مهم انك تستمتع بالحاجة اللي انت بتعملها، بس انت داخل بيزنس. يعني لازم يبقى معاك كل آليات النجاح، او بتحاول توصل لكل آليات النجاح. تمام. ده مهم جدا جدا جدا. ما تاخدش الحاجة على صدرك وتحس ان في عداء وانت بتعرف من السامبل، او بتجرب اول مرة ومرتين برودكشن مرتحتش. انت مش متجوز الورشة، انت في ديل ما بينكم مش عاجبك مع السلامة وتمشي. وده هكذا في المصانع، بس المصانع بتبقى تعويرتك صعبة شوية لان انت بتعمل كميات كبيرة. طب الورشة الصغيرة بتبقى عندها مكان البيزك اللي هو اوفر وسنجر وبس.
دي بتبقى ورشة صغيرة، ممكن يبقوا عنده مهرة، يعني بيعرفوا يطلعوا القطعة كويسة وبفينش كويس، وهما عندهم المهارة دي، فانت ممكن تتغاضى عن حاجات معينة عشان خاطر تكمل معاهم. لكن كل ما الورشة بتبقى كبيرة، كل ما بيبقى عندها مكان تخصصي. وطبعا انت مهم انك تعرف اسعار البيسز. في ناس بتبقى عندها برايس ليست، وفي ناس في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، يعني احنا اتليست احنا بنبقى على حسب الديزاين، بنسعر الحاجة على حسب الديزاين. في حاجات تفاصيلها اكيد، يعني انا مش هديلك تي شيرت بيزك زي مثلا هديلك دريس فيه تفاصيل كتير او بليزر فيه تفاصيل كتير، ده ليه سعر وده ليه سعر، مش هعرف احطه في كاتيجوري ده بالنسبة لي. لكن بالنسبة للناس تانية قادرة انها تعمل الحكاية دي، وهكذا. فانت بتعرف السيستم بتاع الورشة ايه وبتتبع يعني عليه. انت بتقدر تقول والله انا مش مناسب، انا عايز مثلا لو انا في سيزون رمضان انا عايز حاجتي كلها تبقى في اول يوم، انت مثلا رايح للورشة دي قبلها ب10 ايام او قبلها بشهر، انا عايز حاجتي تخلص اول رمضان. طب قبلها بشهر انت عملت ابروفل للعينة بتاعتك امتى؟ الورشة اي ورشة بتاخد السامبل، بتبدا تكاونت هتدي لك البرودكشن امتى بعد الابروفل بتاع السامبل اللي انت اتفقتوا عليه، وهكذا. انت مثلا لا في ورش تانية قادره انها تاخد ده، لانه طريقه العماله عندها مختلفه، وانا حابه اتكلم في الموضوع ده. بصوا يا جماعه، العماله عند الورش مختلفه. في ورشه بتشغل صنايعي اسمه صنايعي انتاج. يعني ايه؟ يعني بتقول له القطعه انت هتشتغلي بالقطعه، القطعه دي هتاخد عليها مثلا ربع جنيه، ده حقيقي انا مش بهزر، لانه بيديله مرحله في القطعه هتاخد عليها ربع جنيه. فالصنايعي احنا بنسميها بيدوس، ما بيبقاش همه كواليتي قوي بصراحه، اوكي، بيبقى في المعقول بس مش بيبقى همه كواليتي قوي، فبيدوس. فالورش دي بتاخد الحاجات البيزك العاديه اللي هي تقدر انها تشغل حد صنايعي انتاج فيها. لكن في ورش تانية ودي زينا، لان احنا مش بنشجع العمالة المنقطعة، احنا بنحب نثبت الصناعية اللي عندنا يعني على الحلوة والمرة، لانه احنا الطبيعي يعني ان السيزون الملابس بيبقى في سيزونال، يعني بيبقى في سيزون زحمة جدا زي سيزون رمضان، وفي سيزون مريح شوية زي مثلا شهر 8 زي شهر 2، الشهور اللي بتبقى زي كده بتبقى مريحة شوية لان دي دخلت شتاء ودخلت صيف. فاحنا بالنسبة لنا بنشغل صناعية معانا، مش عندنا، معانا ثابتين، فاحنا بناخد على قد الكاباسيتي بتاعت شغلنا. في صناعية تانية، في ورش تانية بتاخد صناعية انتاج، والله بتقول لهم الشغلانة دي كلها هتيجي شهر وانت كده روح على بيتك. احنا مش بنشجع الكلام ده. في ورش تانية، انا ما بقولش ده صح ولا غلط، في البيزنس مفيش حاجة صح ولا غلط، بس في انسانيات بقى دي مرتبطة بكل ورشة والتانية. ففي ناس تانية تقول له لا انت هتيجي تاخد الباكج دي وتمشي، فالصنايعي بيحاول يلم فلوس على قد ما يقدر، بيقعد يشتغل بال 12 واكتر من 12 ساعة شغل علشان خاطر يروح في البيت معاه 400-500 جنيه في اليوم، بس بعد كده بيقعد في البيت. فاحنا بناخد مثلا كاباسيتي، مثلا دي الكاباسيتي بتاعتها بتكسباند في السيزون، وفي ناس تانية الكاباسيتي بتاعتها ثابتة لان الصناعية بتاعتها ثابتة. فانت على حسب ما بتشجع، بس لازم تبقى فاهم ده. انت مش هتروح لورشة الصناعية بتاعتها ثابتة تقول لهم انت مثلا الحاجة دي تخلص في يوم، لا، في ناس تانية لو انت وديت لهم الشغل النهاردة ممكن تيجي تاخده بعد 3 ايام وتوب، اوكي. ليه؟ لانه بنسميها بيحرق شغل، بس بعد كده الصناعي بيقعد في البيت. احنا مش كده، بس ده مش معناه ان احنا صح قوي وهم غلط قوي، لا، دي بتختلف بقى، الانسانيات دي على جنب، دي ملاش دعوه بالبيزنس. فانت مهم انت تبقى فاهم ان مثلا لو اديت لك ميعاد بعيد، انا بجدولك في الجدول بتاعي، جدولتك انت بتتفق بقى مع الورشه، والله انا عايزه استلم حاجتي كده، مناسب بالنسبه لكم يا جماعه ولا مش مناسب؟ مناسب، خلاص، يبقى هما ملزمين ان هما يدولك الحاجه بتاعتك في الوقت ده. مش مناسب، يبقى انت زي الشاطر بتاخد حاجتك وبتروح لورشه تانية تلاقي فيها المناسب بالنسبه لك، مناسب وقت، مناسب سعر، مناسب كواليتي. وبالتوفيق لكل الناس. باي باي.